السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقه جديده من حلقات شفة زهره. في هذه الحلقه غادي نقدم لكم بريوش على شكل الورده بالجبن والسبانخ. ما تمشيو فين؟ تبعوا لا فيديو. غادي نحتاجو ان شاء الله لهذا البريوش على شكل الورده العجين ديال 10 دقائق اللي ديجا حطيته في الفيديو قبل من هذا، وان شاء الله غادي نخلي لكم لو سيت تحت من هذا الفيديو. وغادي نحتاج للحشوه اللي هي بالجبن والسبانخ. والحشوه هي كالتالي: خديت السبانخ وقطعتهم وسقطرتهم مزيان، وخديت معاهم بصله مشلطه وفص ديال الثوم وشويه ديال المعدنوس مقطعين، وكذلك التوابل. احتاجت شويه ديال المليحه والكمون والبزار والزيت العود. في الاول شحرت بصله مع فص ديال الثوم معوق في شويه ديال الزويته بلديه، وزدت عليها السبانخ خليتهم حتى طلقوا شويه، وزدت عليهم المعدنوس مقطع، وما نساوش التوابل حسب الذوق. من بعد خليتهم حتى بردوا وزدت عليهم الزيتون وجبن طبيعي وخلطتهم مع بعضهم. وكانت هذه هي الطريقه ديال الحشوه بالجبن والسبانخ. ندوزو دابا باش نشوفوا طريقه تشكيل الورده. سرحت العجين في عرض تقريبا نص سنتيم. غادي نقطع دابا العجين بهذا المقطع. غادي ناخذ السكين وغادي نقطعها على 4 بلا ما نحتاج انني نوصل حتى النص، يعني غنخلي ليسباس ديال الحشوه. على هذا الشكل. غادي ناخذ الحشوه وغادي نحطها في القلب ديال الدائره اللي صايت، وغادي نحاول انني نجمع الطرف الاول بحال هكا، نجبدو نحطو في الاسفل هكا. كنجيب الطرف اللي قبالته بحال هكا وكنجر وكنجيبها حتى المركز هنا، حتى الوسط ديال هاد الطرف الاخر بحال هكا. نجيب الطرف الثالث نجبد شي شويه وندير ليه بحال هكا، نخشيه من التحت. والطرف الاخير وندير ليه هكا، وتبقى الحشوه باينه. غادي نوريكم الشكل الثاني اللي غادي نديروه بالكاشير. كيجي على هذا الشكل. غادي ناخذ الدائره نقطعها كيف العاده على 4. غادي ناخذ طرفه ديال الكاشير على قد هاد نصف الدائره. كناخذ دابا الحشوه وكنديروا نفس الطريقه. في هاد الطرفه الاخرين حاولوا تثبتوهم تحت من الورده باش يثبتوا وما يتحلوش ملي تكون كتخمر بحال هكا. وكتجي الورده ديالنا هكا. الوريدات هما ساليتهم. دابا غادي ندوز باش ندهنهم بصفار ديال البيض ونزينهم. الصفر ديال البيض انا كنزيد فيه يا اما سنيده يا اما شويه العسل باش كيعطي هذاك البغيون من الفوق. دابا غادي ندهنهم
بالنسبه للتزيين ممكن اننا نزينهم بالزنجله الابيض او لا البافو واللي معروف كذلك بالخشخاش. انا غنستعملهم بجوج. غادي ندير الزنجله الابيض نرشو من الفوق، وهادو اللي عاديين غنديرهم بالبافو. غادي نبقى على هاد الحال حتى نسالي التزيين ديال البريوش بشكل الورده، ومن بعد نخليهم حتى يخمروا واحد 10 دقائق اخرى وندخلهم في الفران يكون سخون ونتلاقاو من بعد. هذا هو الشكل النهائي ديال البريوش، كيجي رطب وزوين. نتمنى ان الفكره ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تنساوش ديروا جيم لا فيديو وتبارطاجيو وتابوناو باش يوقع يوصلكم ديما الجديد. نتلاقاو في حلقه المجايه ان شاء الله.